بصوا صاحبتي الجديدة. انا محتاجة اقرا عنها واعرف هي بتحتاج مية قد ايه وكده عشان معرفش عنها اي حاجة. وصاحبتي القديمة، صاحبتي رجعتلي امبارح علشان كانت هي اللي مخلية بالها منها. الشمس عمالة تيجي وتروح. انا غيرت عشان انا سقعانة بغض النظر عن شعري، بس انا مش عايزة المه فمعلش بقى. بس بصوا الشمس اللي نازلة على وشي، انا سعيدة جدا بجد. بصوا الشمس. انا قاعدة بعمل اديتنج لفيديو مع اني لسه مفطرتش، بس يعني عايزة اخلص شوية اديتنج. اللي هغسل المواعين وبعد كده هعمل الفطار. عندي المواعين اللي هي بقية القهوة كنا بنشربها امبارح انا وصحابي. وكمان الموز باللبن. لا كانت فراولة باللبن. انا دايما بحب ابتدي اليوم على مواعين نظيفة، بجد الموضوع بيحسن لي نفسيتي قوي. فحتى لو في اي مواعين بحب اول حاجة اخلصها ان انا اغسل المواعين، وبعد كده بقى اشوف انا هعمل ايه. لو بتشوفوا كده الصابون وهو بينزل من على الحاجة بتبقى نظيفة بعد ما كانتش نظيفة، مش بتحسوا برخاء كده واسترخاء؟ ولا ده انا بس؟ العيشة لوحدكم ليها عيوب كتير، لكن من أكبر المميزات بتاعتها إن انتوا بتقدروا تعرفوا نفسكم، تقدروا تتعرفوا على نفسكم من غير ما الناس اللي حواليكوا تأثر على رؤيتكم لنفسكم. فبتقدروا تعرفوا ايه حدودكم وايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها وايه الحاجات اللي انتوا مش بتحبوها. بجد تجربة يعني المفروض تجربوها مرة في حياتكم. بصوا المنظر بجد حاجة سعيدة جدا. والشمس طلعت تاني اهي، انا الصراحة فتحت الشباك عشان اهوي الدنيا شوية. بصوا بقى ايه اللي وصل النهارده. انا وقعت كل حاجه. اللي وصل النهارده الفطار بتاعي المفضل. بصوا هو كانت خلصانه من عندي الجرانولا، فانا طلبت تاني اهي. قلت بقى افطر مره ولا مرتين كده قبل ما رمضان يبتدي تاني، قبل ما رمضان يبتدي يعني، علشان غالبا مش هعرف افطر كده في رمضان، او ممكن ابقى اكثر بيه صيامي، مش عارفه والله. انا لما الهواء الفريش بيدخل مع الشمس وكده بحس ان انا رجعت للحياه تاني بجد. بس في نفس الوقت ساعات الدنيا بتبقى ساقعه قوي فما بعرفش افتح الشباك. بصوا الشمس. انا هطلع الفاكهه. انا الفاكهه لو مش عارفه لو انتوا فاهمين، بس انا كنت نسيتهم مره بره واتجمدوا، فكلهم كتله واحده لازقه في بعضها. بس مش مشكله، انا اتصرف. والزبادي انا هحط الكميه بتاعت ده كله. انا بخلط دايما جريك وزبادي عادي. انا متشوقه جدا الفطار ده. بجد وحشني قوي. ده لما كنا عند صحابي كانوا عندي امبارح عملنا بيه سلطه زبادي وكده، فانا كده خلاص خلصت ده، فمحتاجه اجيب بقى تاني. متهيألي كده يبقى كفايه، صح؟ شكله كفايه. ساعات والله بنبقى محتاجين حاجه واحده بس عشان تغير المود بتاعنا، زي ان انا افتح الشباك كده. وساعات بنقعد نكبر الموضوع جوه دماغنا قوي ونصدقه ونعيش فيه وهو الموضوع مش مستاهل. انا مش عارفه لو انتوا سامعيني من دوشه الشباك، بس معلش بقى. صح، كنت هنسى ان انا بحط مكسرات. انا نسيت انا بعمل ايه في الفطار من كتر ما باكلوش بجد. هي المكسرات الحمد لله كنت طالبه مكسرات قبل ما امشي، قبل ما انزل مصر يعني، بس ان شاء الله تبقى حلوه عشان انا عامه بحب المكسرات تبقى فريش. انا لسه منضفه الرخامه. عشان كده بشيل من عليها المكسرات عادي واحطها في طبق بميه مغليه وكحول. اوكي. انا مش عارفه لو الفاكهه هتطلع كتله واحده، بس هنشوف. عشان انا زي ما قلت لكم كده انا سيحتهم مره، نسيتهم بره في الفريزر، نسيتهم بره الفريزر ورجعت ابص.
احاول اكسرها انا بقى ولا اعمل ايه مش عارفه. تخيلوها قطع فاكهه مش متجمده مع بعضها لو سمحتوا، انا اسفه جدا. انا حسيت ان ده مش كتير، فانا عندي هنا بيرسيمون اللي هو انتوا شايفين من الشباك، بيرسيمون اللي هو اسمه ايه، كوكا، فهحط منهم كام حته كده. ده الحمد لله ما سيحتوش فعادي. اخر حاجه بقى هحط بيريز، الحمد لله دول ما سيحتهمش الحمد لله. بس كده زي الفل اهو. انا عارفه ان هو شكله كتير بس هو كتير فعلا. مش عارفه لو هعرف اخلصه ولا ايه، بس انا واضح ان انا عشان جعانه فحطيت كتير قوي. انا هحاول اتفرج على حاجه كيوت وانا بفطر، بس انا عارفه ان انا مش هشوف حاجه من الشمس دي، بس مش مشكله يعني، مش عارفه عشان اعرف اكل، عشان اركز في الاكل. Once you're out, you want to get back. You want to go to sleep, you want to get up, you want to go out again tomorrow, right? Wherever you are in life, it's my feeling you've got to go. See, that three that buttons in the word. ده سعيدة جدا. الشمس نزلت. ده أنا مش شايفين أي حاجة بس عادي. أنا عايزة أعمل شاي بلبن بالتوابل. انا مش عارفه شعري شكله عامل كده ليه بس مش مشكله. فهنعمل شاي بلبن بالتوابل يعني زي على الطريقه الهندي كده، عارفين اللي هو بالقرنفل والحبهان والقرفه وكده. هوريكم. انا عندي حبهان حب، وعندي برضو قرنفل حب، لكن انا عندي قرنفل كمان باودر، فانا هحط قرنفل باودر، يا اما هحط الاتنين دول مع بعض في كيس وهكسرهم. بفكر اعمل كده، غالبا هعمل كده. وعندي كمان قرفه هنحط برضو منها، بس بصوا قرفه كبيره قوي علشان دي القرفه الصيني. بصوا القرفه قد ايه كبيره قوي بجد. نعملها مع شاي مصري العروسه. انا استعديت لكل حاجه وحطيت الشاي وكل حاجه، وبعد كده حسيت ان انا المفروض اكل الاول وبعد كده اشرب الشاي. صح حاجه منطقيه جدا ان انا اكل الاول وبعد كده اشرب الشاي عشان ما اوطيش ضغطي، فهناكل. انا كان عندي فراخ متبقيه من ساعه ما كنت في المطعم الباكستاني، من حوارات يعني من قرن تقريبا، فغالبا ده اللي انا هعمله. وهطلع الفراخ دي اسخنها، وكان معاها روتي اللي هو زي العيش كده، العيش اللي هو الباكستاني. هاكل الفراخ ديت مع العيش ده، هوريكم دلوقتي. هو ممكن يكون مش منطقي بالنسبه لكم ان انا عايزه اكل دلوقتي، بس انا بقالي كتير قوي واكله. انا كنت قاعده على اللابتوب بعمل اديتنج، صدقوني انا مش مفجوعه. البتاع ده بقاله كتير قوي بقاله كتير قوي في التلاجة، فمش عارفه بصراحه هيبقى حالته ايه، بس هو ده العيش يعني. عامل كده زي العيش العراقي اهو، فانا هحاول اسخنه كده في الطاسه واشوف هيعمل ايه. هي الفراخ اهي، وانا حطيت العيش في الطاسه. اول بقى ما يسخن هشيله واحط الفراخ. فكروني كلموني تاني عنك، فكروني. هحط بقى الفراخ. من الواضح ان الطاسه كانت سخنه قوي. انا هشغل فيلم دورت عليه والفراخ بتسخن علشان ما اخدش وقت عشان اكل على طول. اسمه وات مان وانت، بس مش عارفه بصراحه حلو ولا ايه، انا هشوف يعني. اكتشفت ان انا كنت جعانه قوي بس انا مش واخده بالي عشان متشوقه جدا اكل الفراخ. بجد الفراخ دي من احلى الفراخات اللي انا اكلتها، طرق العمل الفراخ في حياتي بجد والله، طعمها تحفه تحفه، مع انها بايته بقالها مليون يوم.
بصوا انا مشغله الهيوميديفاير ده كيوت قوي. مشغله الهيوميديفاير ده علشان الزرعه دي بتحتاج هيوميديتي، عشان هي اصلا في الغابه، ده المكان الطبيعي بتاعها ان هي تعيش، وبالتالي دي كمان من النوع اللي بيحب الهيوميديتي، فانا قلت بقى احط جنبهم الميه. كنت طلبت برفيوم ووصلت. انا عايزه اوريكم، انا فاكره ان انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا بحب كده برفيوم اسمها روتشس مادموزيل حاجه كده، فكان نازل عليها عرض على كوبان اللي هو عامل زي امازون كده، مش عارفه ليه معاها الشوبينج باج بتاعتها، بس تقريبا عشان لو هي هديه. فانا بتاعتي قربت تخلص فجبت واحده تانية علشان قلت استغل الموضوع ان هي في العرض يعني، بس برضو جبت واحده صغيره. لكن بقى الفكره ان دي معاها واحده تانية هديه صغننه، عشان انا كنت عايزه اجرب الريحه دي كمان، عشان مش عارفه يمكن دي تعجبني، بس بصوا صغننه قوي ازاي. بس هي دي البرفيوم بتاعتي اصلا اللي انا بحبها. هي فين؟ اهي. بس انا هوريكم بتاعتي اصلا. هما الباكجينج بتاعتهم مختلفه، بصوا، فانا خايفه ما تكونش نفس الريحه، فهشمها كده الاول. هي فعلا طلعت مش نفس الريحه. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، بس بس هي ريحتها مش مضايقاني، فانا مش عارفه صراحه اعمل ايه. بصوا بجد دي قد ايه. هي ريحتها مش مضايقاني، بس مش هي الريحه اللي انا بحبها، فمش عارفه بصراحه اسيبها ولا ايه، ما عنديش فكره. بس انا اصلا مش المفروض ان انا اكون افتحها او ان انا استخدمها او كده، بس مش عارفه اشوف. الصغنونه دي مش ذوقي خالص يعني، مش حباها خالص، تقيله قوي. بس دي بقى لذيذه، تحسوها فريش كده، مود تاني يعني غير التانية ديت، بس مش عارفه اعمل ايه. انا عارفه ان انا حضرت كل حاجه عشان الشاي بلبن وكله، بس انا عندي احساس ان انا مش قادره اشرب شاي بلبن دلوقتي. هتكرهوني قوي لو ما عملتوش بعد ما حمستكم ان انا هعمل شاي بلبن. انا اسفه. اسفه جدا، بس يمكن شويه كده اغير رايي، محدش عارف. الحمد لله خلصت الفيديو وخلاص اهو بيخرج. بيخرج ايه، بتعمل له اكسبورت يعني، وانا ضلمت الدنيا عشان ادخل في مود النوم. الدفايه يا عيني شغاله الصغننه دي. هلو هلو، انا لبست ونازله رايحه مكان. انا مش عارفاه قوي، بس انا نازله وخلاص يعني، والشمس طالعه، بس بصوا الجو مش حلو، تحسوا كده في غبار، معرفش غبوره، مش عارفه بصراحه. انا حطيت صن بلوك عشان حاسه ان الشمس هتحرقني. لسه خارجه من المترو، المفروض ان المكان من هنا تقريبا. هخرج بقى ادور عليه فوق. بصوا دول كلهم حاجات معموله بالايد، والناحيه التانية كمان. بصوا دي كيوت قوي، انتوا متخيلين الحاجات دي مرسومه؟ واو. بصوا لقيت مين؟ حورس والهرم. بصوا الكلب الكيوت. بصوا حاطين رجلين الاطفال بتاعتهم، الموضوع كيوت قوي بجد. هو 40 هنا 20,000 تايل، دولت 10,000 هنا و10,000 الناحية التانية. ده ريستورانت حلال للأكل الكوري. بصوا في جازاميان حلال، الموضوع ده جامد قوي علشان صعب قوي تلاقوا جازاميان حلال. كيمتشي حلال وبيبيمباب حلال، بصوا فيها لحمة. خلصت كل حاجة. بصوا انا لقيت ايه، كافيه اسمه كليوباترا مشغل عمرو دياب، الاهرامات. حاسه ان انا رجعت مصر تاني. جبت عصير مانجا. الكافيه ده موجود في ايطاون، ودوت المنيو لو حد انترستد عايز يشوف يعني. واللي فاجئتي لقيت كبده، وانتوا مش متخيله انا كنت مبسوطه قد ايه، لقيت ساندوتش كبده بجد. كان في بنات مصريين قاعدين جنبنا في الترابيزه، وكانوا عاملين يغنوا مع عمرو دياب مع نفس الاغاني اللي انا بغني عليها، فبجد كنت حاسه بونس مش طبيعي بجد. كان الموضوع لذيذ قوي، كنت مبسوطه قوي ان هم موجودين في اللحظه دي. في طاوله اللي انا مش فاكره هي بتتلعب ازاي، بس لقيت طاوله بجد وانا مش فاكرها جدا. انا راجعه البيت.
جعانه قوي. فانا غيرت البنطلون بس، وهعمل ساندوتش ده اللي هو التوست البني، وبحط عليه جبنه بارميجان المفروض ان هي مطحونه كده، مطحونه ايه، مبشوره قصدي، وهحط عليها طماطم، وهحط كمان فلفل. في حته جبنه صغيره جدا، مش عارفه لو هعرف اطلع منها اي حاجه بصراحه، بس انا يعني هحاول عشان انا حاسه ان انا جعانه عايزه اكل ساندوتشين وما عنديش غير الجبنه دي وحبه صغيرين قوي من دي، فهعمل تاني غالبا ميكس يعني، فهبشر شويه من دي ونشوفها تبشر اصلا حاجه ولا لا. غالبا فكره غير سديده ومش راضيه تبشر حاجه، فغالبا هكتفي بساندوتش واحد بس. انا بيتهيألي انا توصلت لطريقه وبحاول ابشرها. انا هحطهم في الفرن اهو، وبعد كده هعمل شاي بلبن اللي هو بالتوابل، اللي انا مش عارفه كنت هعمله امبارح بس ما عملتوش، هنعمله بقى النهارده. انا قلت اخلي الاجواء شاعريه علشان المفروض ان انا داخله انام يعني، بغض النظر ان انا هاكل وانام على طول، بس انا بجد جعانه. هامله الكوبايه دي لبن الكميه اللي انا عايزه اشربها، مش هعمل كتير قوي. كده بقى هحط فيه كل حاجه وهوطي عليها النار. هقول لكم انا بحط فيه ايه. وانا عندي قرنفل حب، لكن انا عندي كمان قرنفل ناعم، فانا هحط قرنفل ناعم، هحط 3 حبهانات. انا عارفه ان دول كتير يعني، ممكن نكون بنحطهم على الشوربه كلها، بس عشان انا مش هسيبها كتير على النار، فعشان الطعم يدخل فعلا. وده انا محتاجه افتحه الاول ولا ايه؟ شوف كده، تقريبا محتاجه افتحه الاول. ريحته رهيبه بجد. احط منه رشتين كده. انا عارفه ان شكلي حطيت كتير بس انا ما حطيتش كتير. ودي القرفه الصيني، بصوا كبيره ازاي، اكسرها كده وهحط دول. والقرفه انا غسلتها علشان هي بحس ان فيها تراب كده، القرفه الطبيعي مش المفروض اغسلها، بس دي انا حاسه ان انا عايزه اغسلها. بس هوريكم. هحط كمان الشاي، لا احط سكر، وممكن برضه احط الشاي عشان يغلي شويه. ثواني. بصوا المعلقه دي انا كنت جايباها من جيجو، معموله من الصدف، انا بحبها قوي. احط السكر والشاي. 1 2 3. ده شاي العروسه، مش هحط منه كتير عشان ما يبقاش تقيل، عشان انا داخله انام يعني. المفروض اهو شكله. بعد كده هصبه في الكوبايه، هحط مصفى علشان كل الكلام ده ما يدخلش في الشاي. هي الساندوتشات، في واحد هحط عليه فلفل الوان، التانية هحط عليه طماطم. يتحمصوا خلاص لحد بس ما الشاي يتعمل. مش عارفه احط فلفل تاني ولا كده يبقى كتير. احط بقى الطماطم على ده الناحيه التانية. انا بحب قوي الميكس بتاع الجبنه البارميجان دي مع الطماطم بجد. كنت الاول بحب احط الطماطم في الفرن، بس بعد كده اكتشفت ان انا لما بسيبها فريش بيبقى طعم احلى بكتير لو ما بحطهاش معاها في الفرن. بس بحط الجبنه في الفرن والتوست ان هو يتحمص، وبعد كده بقى بحط الطماطم بعد ما بيخرج من الفرن، بتبقى احلى بكتير من وجهه نظري يعني. انا وطيت عليه النار وهسيبه يغلي بقى شويه، يعني مثلا 3-4 دقايق كده، وبعد كده هصبه. يعني بالنسبه لي غلي كفايه، فهصبه بقى. اكله جنب الساندوتش، بس انا الصراحه خلصت واحد وانا مستنيه عشان مكنتش قادره. هي دي غالبا بدايه غير منطقيه للفيديو. مش عارفه انا كنت بعمل ايه قبلها، بس انا دلوقتي هعمل اللي انا هعمله دلوقتي. انا كان عندي بقيه فراخ مقليه، فرحت قطعتهم كده وعملتهم كده. وانا دايما لما بيبقى عندي بقيه فراخ مقليه باكلها، عشان في كوريا لازم تجيبوا فرخه كامله. فدايما لما بيبقى عندي فراخ مقليه باكلها مره كمان في الفرن، وبعد كده ببقى بتعب منها بقى، بيبقى طعمها مش حلو، فبحطها دايما في راميان. لكن عشان ما احسش ان الراميان حاجه مش صحيه قوي، ان هو فراخ مقليه وراميان وكده، بقطع فيها مشروم وبوك شوي ده. بس فده اللي هنعمله النهارده ان شاء الله، وهوريكم انا بعملها ازاي. المشروم ده نوعه اسمه تشيتاكي مشروم. المشروم ده بيبقى جامد قوي في الشوربه. انا عايزه اقول لكم ان لو مفيش لحمه مثلا في الشوربه او كده، بستمتع بطعم ده اكتر، وبيدي طعم كمان للشوربه حلو، بس فعشان كده انا هستخدمه بقى النهارده.
المشروم ده حرفيا بيبقى عامل زي السفنجة، يعني لو حطوه تحت المية شوية لو عصرتوه هينزل مية. بس هو دلوقتي عشان انا غسلته بسرعة قوي، المفروض ان هم اصلا في العادي مش بيغسلوه، بيمسحوه بمنديل. المشروم عامة ما بيتغسلش يعني، بس انا عادي بغسله. الستام ده بيبقى ناشف قوي وبيقعد كتير، المفروض يبقى محتاج يغلي فترة طويلة عشان يستوي، وبما ان دي راميون فمش هتغلي كتير، ف فانا هقطعه رفيع ومش هستخدم الستام. انا بحب المشروم جدا، انتوا مش متخيلين. واول مره جربته انا كنت بجيبه في مصر، طبعا ما كنتش بعرف اجيبه فريش، كنت بجيبه مجفف، بيعمل طعم جامد قوي بجد. لو عندكم الفرصه ان انتوا تجربوه وتجربوا ان انتوا تحطوه في شوربه او كده، بيبقى جامد قوي. وكمان مع النودلز بيبقى جامد قوي. البوك شوي مش من الخضار اللي انا بستخدمه كتير، بس هو بيبقى من الخضار اللي بيتحط في الشوربه، الشوربه الحراقه بالذات، وبيبقى طعمه حلو. فانا هستخدمه برضو، بس انا هقطعه صغير علشان ما يبقاش طعمه طاغي قوي. هو طعمه كده عامل زي ميكس كرنب وخس في نفس الوقت، وحادق شويه، مش عارفه قوي اشرح الطعم بصراحه، بس يعني هو لما بيستوي في الشوربه بيبقى طعمه لذيذ. بس فانا هقسم كده الورقه بتاعته 2 واحط، فكر احط واحده كمان بس نشوف. البوك شوي برضو من الخضار اللي بيبقى موجود في مصر عادي، لان هو مش كوري يعني. وحتى برضو الشيتاكي مشروم ده مش حاجه بس موجوده في كوريا، بيستخدموها الدول الاسيويه بيستخدموها كتير قوي عامه، فعشان كده كانوا موجودين في مصر يعني. هوايه من هواياتي الجباره بجد ان انا اجرب ingredients جديده واشوف استخدمها ازاي، ويبقى طعمها عامل ازاي، وازاي بتغير في طعم الاكله. بجد الموضوع بيفرق معايا جامد جدا. احط بقى كمان التوابل في الميه واسيبهم يغلوا حبه حلوين، بعد كده احط النودلز اخر حاجه. ده غالبا ده خضار مجفف، بس احنا كده كده حاطين خضار حقيقي. وكمان توابل. انا لقيت ويب سايت كده بيتباع عليه نودلز حلال انواع كتير، فدي حاجه لذيذه علشان اقدر ان انا اجرب انواع اكتر يعني، عشان دايما بجيب النوع ده. احط بقى الفراخ كمان، هي اصلا الفراخ كده كده كان في واحده منها عليها صوص حراق، فما عنديش فكره طعمه هيبقى عامل ازاي، بس هنشوف. احط ميه، كده كده المشروم بيشرب ميه، اسمه ايه ده، والخضار هينزل ميه، فانا مش هبقى مهتميه قوي ان الحاجه ما يبقاش طعمها حلو، لان كده كده كل حاجه هتنزل طعم، يعني الفراخ هتنزل طعم في الشوربه والمشروم وكله، فهحط ميه اكتر من العادي شويه. بس كده هنشوف كده، وبعد كده اشوف لو محتاجه ازود. انا غسلت المواعين وسعيده جدا، فقلت اشارككم اللحظه دي. ولسه هي مسخنتش. انا عامله الميه عشان الهيوميديفاير اللي انا حاطه للزرع. انا مش عارفه لو وريتهولكوا قبل كده، بس بصوا شكله كيوت ازاي. بصوا بتدوسوا على البطه دي عشان يشتغل. كيوت قوي بجد. انا شعري ناشف قوي، بفكر اجرب اعمله اللي هو الامله اللي انا وريتها لكم، اللي انا جبتها من مصر دي، باودر الامله. بفكر اعمله بس شويه كده بعد ما اكل بقى. يبقى لها شويه بتغلي زي ما انتم شايفين كده، مش شويه قوي يعني، بقى لها 5-6 دقايق. فهحط بقى النودلز، سيبها لحد ما تستوي. انا خليت الجو رومانسي شويه. ناكل بقى، تعالى يلا. انا قلت افتح النور اوريكم هي شكلها عامله ازاي، وبعد كده اطفي النور تاني. قررت ان انا افتح النور عشان ما كنتش شايف اي حاجه. You know, I was cooking and I came in to get the spatula. I left the door open because I was going to bring the spatula right back. Wait, you left the lock open or the door open? Door. The door? You left the door open? Yeah, well, I was going to bring the spatula right back. Yeah, طعمه جامد قوي. Well, I got caught up watching a soap opera.
Bold and the Beautiful.